سبحانك يا رحمن تعاليت يا رحيم أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا مالك تعاليت يا قدوس أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا سلام تعاليت يا مؤمن أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك يا مهيمن تعاليت يا عزيز بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. سبحانك يا جبار تعاليت يا متكبر بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وأحسن الختام إن رحلنا. وأحسن الختام إن رحلنا. سبحانك يا خالق تعاليت يا بريء أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا وهاب تعاليت يا رزاق أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك يا فتاح تعاليت يا عليم بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. سبحانك يا قابض تعاليت يا باسط بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. سبحانك يا علي تعاليت يا كبير بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وأحسن الختام إن رحلنا. وأحسن الختام إن رحلنا. سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا سميع تعاليت يا بصير أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. سبحانك يا حكم تعاليت يا عدل أجرنا من النار بعفوك يا رحمن. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلبي على الإيمان نرجو عفوك والغفران. لا
سبحانك يا لطيف تعاليت يا خبير بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات سبحانك يا حليم تعاليت يا عظيم بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات سبحانك يا حسيب تعاليت يا جليل بفضلك يا جواد أكرمنا بالجنات والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وأحسن الختام إن رحلنا وأحسن الختام إن رحلنا سبحانك يا رقيب تعاليت يا مجيب أجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا حفيظ تعاليت يا مقيم أجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا واسع تعاليت. أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على انضمامكم إلينا في هذا الحفل. إنه لشرف لنا ولمدرسة المجاهدين فإن حضوركم زاد بهذا الحفل وقارا وبهجة. تحية طيبة وبعد. لقد حان الوقت لي لأودع بعد سنوات طويلة من العمل والتي دامت 43 سنة اليوم بينما أقترب من نهاية رحلتي تعليمية كمعلمة أشعر بمشاعر متضاربة من الفرح والحزن. أشعر بالفرح لأن هذا اليوم جمعني بأصدقاء طفولتي التي درست معهم في هذه المدرسة ألا وهم قدماء التلاميذ لمدرسة المجاهدين. وأشعر بالحزن لأني أتذكر الأيام الأولى التي بدأت فيها مهنتي التعليمية. كنت أملك الكثير من الطاقة والحماس ورغم التحديات فإن الأمل والحب للعمل الذي اخترته كان يجعلني أستمر. من ذلك الحين أصبحت أعتقد أن العمل كمعلمة هو أكثر من وظيفة رسالة نبيلة. عبر السنين كان لي الشرف لأكون جزءا من حياة العديد من الأطفال وأساهم في تعليمهم وتنشئتهم. اللحظات التي أشعر فيها بالفخر والسرور ليست عندما يتفوقون في الامتحانات ولكن أيضا عندما أراهم يكبرون ويتطورون كأفراد ويصبحون مواطنين مسؤولين ومحبين للعلم. كما كان لي شرف العمل مع العديد من المعلمين منهم من أحيل على المعاش ومنهم لا زالوا يمارسون العمل. أشكركم على الدعم والتشجيع الذي أعطيتموه لي على مر السنين. اليوم أودعكم ولكني سأحملكم دائما في قلبي وأتمنى لكم النجاح كل النجاح في مهنتكم المهمة. وإلى التلاميذ مستقبلا مشرقا ومليئا بالنجاح. وأنا متأكدة أن دروبنا ستلتقي مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام
هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي سروري وحضوري واغتباطي أن أكون معكم وبينكم في يوم الوفاء والعرفان هذا الذي تحييه مؤسسة المجاهدين احتفاء بالأستاذة الكريمة خديجة الجزل، والتي أنهت خدمتها بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء في ميدان الشرف، ميدان التربية والتعليم. وإننا نكرم اليوم زميلة عزيزة لها في قلوبنا كل المحبة والتقدير، فإننا نتطلع في مؤسسة المجاهدين إلى إرساء تقليد حضاري يكون فيه الاحتفاء بأهل الفضل والعرفان بحق السابقين واجبا لا نقص من تأديته ونهجا لا بد من مواصلته وترسيخه. أيها الإخوة والأخوات، أشكركم جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذا الحفل الذي نكرم فيه اليوم أستاذة جليلة تنتمي لأسرة تحمل أسمى رسالة، ألا وهي رسالة التربية والتعليم التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فالمعلم كان ولا يزال مربيا يقود الجاهل ويهدي الدار وينير الطريق لكل من التجأ إليه، فهو كالمنارة على رأسها نور وضياء يراه من فقد الطريق ويهتدي به وينتفع من نوره. وما هذه الألوف المؤلفة من أبنائنا إلا أغراس تعهدها المعلم بماء علمه، فانبعثت وأثمرت وفاضت معرفة وفضلا. فجدير بنا أن نحتفي ونكرم من حمل هذه الرسالة وأداها على أكمل وجه. كيف لا وقد كرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر ليصلون على معلم الناس الخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذتنا الكريمة خديجة، إن كل ما يحتاجه المعلم حتى يرتقي لمصاف الأنبياء شروط ثلاث: ضمير حي وقلب محب وإخلاص في العمل، وقد توفرت جميعها فيكم طيلة حياتكم المهنية، وهو ما تستحقون عنه الحفاوة والعرفان بالجميل، ولقد توفرت جميعها فيكم. لقد أديتم الأمانة وحققتم الرسالة وسجلتم بصمات يشهد لكم بها تلامذتكم ومختلف الأطر التي اشتغلت معكم. وستبقى شهاداتهم في حقكم وساما فخريا يتوج بسنين حياتكم. أستاذتنا الكريمة، إننا اليوم إذ نتوجه بالتكريم إليكم إنما نتوجه إليكم بتحية التقدير والاحترام لمرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي الذي أخذ سنوات من عمركم تميزت بالتضحية ونكران الذات في سبيل أداء الأمانة. وإن أقل التفاتة نشكر لكم هذا الاحتفال ونقوم بتكريمكم في حفل يحضره زملاؤكم الذين لا يزالون في الخدمة. أملنا كبير في أن تتقبلوا منا هذا الحفل التكريمي البسيط في ظاهره الغني برمزيته ودلالته، فهو عربون محبة ووفاء وإخلاص. فلكم منا أساتذة وأبناء الحي وأبناء مدرسة المجاهدين، وباسمي وباسم جميع الذين درسوا بهذه المؤسسة على أيديكم، وباسم كافة نساء ورجال التعليم، لكم منا خالص الدعوات وجزيل الشكر على ما قد كابدتموه من مشاق وعاينتموه من صعاب من أجل تحقيق الغايات والأهداف التربوية النبيلة. وختاما،
نسأل الله تعالى أن يكلل جهودكم السابقة بالسعي المشكور والذنب المغفور والأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، وأن يبارك لكم في ما تستقبلون من أيام عمركم، وأن يجعل حياتكم سعادة ورزقكم زيادة وخاتمتكم شهادة. آمين آمين آمين. ونعم المولى ونعم